بالرغم من ان ثاديوس زاندربولت روس هو الشخصيه المعروفه بريد هالك، الا انه مش الوحيد اللي حمل اللقب ده على مدار قصص مارفل. جنرال روبرت مافريك هو قائد اخر بشخصيه عنيفه زياده عن اللزوم، لدرجه ان زاندربولت روس نفسه كان شايف انه غشيم شويه. جنرال مافريك لاحقا بينضم لفريق يو اس افنجرز، وعلشان يبقى عنده قدرات خارقه زي باقي اعضاء الفريق، مافريك بيستخدم اختراع من منظمه شيلد اسمه هالك بلاج ان، واللي يبقى جهاز بيمكن مستخدميه من التحول الى شكل هالك لمدة ساعة واحدة كل 36 ساعة. وبفضل الاختراع ده مافريك بالفعل بقى يقدر يتحول لهالك احمر خارق القوة، واصبح هو الاخر ملقب بريد هالك. بس روبرت مافريك بدأ يتخانق من موضوع انه ما يقدرش يتحول لمدة اطول من ساعة واحدة. هنا في عميل هايدرا مندس بيستغل الفرصة وبيعرض عليه يحقنه بروبوتات صغيرة تخلي الهالك بلاج انز تفضل شغالة لاكتر من ساعة. مافريك بيخليه يعمل كده، وده بالفعل اللي بيحصل. لكن للأسف بنكتشف إن الحد بتاع ساعة واحدة ده كان موجود لسبب وجيه. استخدام مافريك للبلوجين لفترة طويلة اتسبب له في مشاكل صحية شديدة جدا في القلب وضغط الدم والعضلات والعظام، وكمان جلده أصبح لونه أحمر بشكل دائم. بالرغم من إن مافريك لا يزال يقدر يستخدم البلوجين ويتحول لريد هالك، إلا إن التحول ده بيبقى صعب جدا على جسمه، بالإضافة إلى إنه أصبح مضطر يعيش بعلاج مكثف باقي حياته كلها.